ونظريا يعني يفترض ان فريقين وصلوا للنهائي لعبوا مع فريقين كبار تجاوزوا فريقين كبار، ولكن فيه نقطة انا لاحظتها يعني في السنوات الأخيرة. فريقين في الدوري الكويتي يخافون من نادي الكويت. يخافون؟ يعني هذا الواضح. في تفسيرات أخرى، ممكن كلمة يخافون ممكن نقولها بطريقة أخرى، بس أنا لا أقولها يخافون من نادي الكويت. هذا نادي القادسية وهذا نادي كاظم. في السنوات الأخيرة يعني القادسية مثلا المباراة الأخيرة أو مباراة الدوري، القادسية يمتلك كل الإمكانيات اللي تخليه يفوز على القادسية بالراحة، على الكويت بالراحة، أو ينافس الكويت في المباراة. لا يفوز. نعم. كأسماء وكمدرب وكعناصر وكمحترفين وكجاهزية، بس في مباراة الكويت شوفه فريق آخر. هذه يمكن أغلب جمهور القادسية يقولها. أيضا كاظمة تلقاه يعني يقدم مستوى تنافسي، بس أمام نادي الكويت شوفه فريق آخر. وهذا أمر مستغرب، يعني يتطلب أو يستوجب الدراسة من قبل مجالس إدارات هذه الأندية. شنو سر الخوف من نادي الكويت؟ مع أن نادي الكويت ترى يقدم مباريات عادية جدا، يعني مو ذاك الفريق اللي محترفينه تقول والله ممكن يصنعون الفارق. في بعض المحترفين هذا يفوزك بالمباراة بروحه. نفس روجيريو في كثير محترفين مروا علينا. رومان هانز من كاظمة، أول محترف بلاغة. في محترفين يعني لعبوا في الدوري الكويتي، لا يقدم لك إضافة. الآن محترفي الكويت مع الاحترام للجميع، يعني هم محترفين مثلهم مثل أي محترفين، ما عدا يمكن أنا لفت نظري مع أنه توه يلعب وتوه لاعب جديد، زولا مدافع الكويت الجديد. هذا يعني الواضح أنه محترف صح.